إفريقيا 2025 مشاكل مثل هذه لا تحدث في تظاهرات كبرى. حضرت في 19 جوان في ملعب ميلو الهاتفي للاسف يعني ماهيش حاجه كبيره يعني ولا كان عطل التقني كاين التقنيين باش يعاودوا يصلحوا هذا الشيء كما قلت انت ما راهاش تخدمنا خاصه من سلمي. إذا ها هي الصور. المشكل لم يتم حله لحد الآن، وربما الندوة الصحفية سيتم إلغاؤها لا ندري لحد الساعة. إذا نذكر بأن مدرب منتخب مالي غادر القاعة غاضبا بعدما انتظر لمدة طويلة حل هذا المشكل، مشكل الإنارة على مستوى قاعة الندوات في الملعب الجديد بمركب ميلود هدفي، ولحد الساعة لم يتم حل هذا الإشكال. لا ندري كيف ستسير الأمور. طبعا قاسي سعيد، مشكل كبير. كأس إفريقيا للمحليين ستقام هنا في الجزائر، ستكون مهمة وحاسمة لأننا نريد أن نحتضن كأس إفريقيا 2025. مشاكل مثل هذه لا تحدث في تظاهرات كبرى. حضرت في 19 جوان في ملعب ميلو الهاتفي للاسف يعني ماهيش حاجه كبيره يعني ولا كان عطل التقني كاين التقنيين باش يعاودوا يصلحوا هذا الشيء كما قلت انت ما راهاش تخدمنا خاصه ما نتكلمش على الشان لان الشان خلاص ديناها، ولكن تبقى النقطه السوداء للمنظمين على القائمين على ملعب ميلو الهاتفي. وين ما تخدمناش ايضا كانت كمال هو في اذا خدينا التنظيم تاع كأس افريقيا تاع 2025 مشكل كبير هذا، وزيد المشاكل تاع العنف الموجودين في الملاعب يعني ما راهش تخدم الملف الجزائري، وخاصه البلدان الاخرين اللي راح يقدموا راح يستعملوا هذه الاشياء في ضدنا يستعملوا هذه الاشياء في الملف ديالهم ضد الجزائر. تصفير على النشيد الوطني بالطبع التصفير على النشيد الوطني شفناها امام نيجيريا في العنف اللي موجود داخل الملاعب. اليوم انا شفنا يعني في 2022 تاع حمبان هيدا ما تقدرش دير ندوه صحفيه، عنده الحق المدرب تاع المالي باش يغضب، يعني عيب كبير هذايا. حسين مترف يعني صراحه كنا نفضلوا اننا ما نتحدثوش على نقطه كما هذه، ولكن لازم ندقوا ناقوس الخطر ولازم نتحدثوا على هذه الامور باش نلقاو حل. لانه شفنا مثلا في العاب وهران، انا كنت متواجد التم في وهران، ما كاش خطأ، ما كاش، كل شيء تمام، كل شيء يسير، لأنه كانت التهيئة تامة وكان هناك حالة استنفار قصوى قبيل بداية الحدث حتى تكون كل الأمور في مكانها وكل الأمور في نصابها. أعتقد بأنه في مثل هذه المباريات لازم يكون نفس الاستعداد، ولازم يكون نفس الاستعداد خلال الشان، لأنها هي الحدث الأبرز واللي راح تكون الواجهة تاعنا باش نحتضنوا كأس إفريقيا 2025. شوفوا هذه أشياء غير مسموحة يعني باش تحدث يعني في هذا الوقت. شوفوا أن الناخب الوطني تاع الفريق المالي وينزعج وخرج يعني من الندوة الصحفية، يعني هذه الأشياء تقدر تحدث من جهة عثماني. صح الخطأ ممنوع يعني في المستوى العالي وهذه أشياء يعني راك تنظمها يعني عندها الوقت تاعها، عندها البداية عندها النهاية، تعرف باللي كاين ندوة صحفية يعني توجد روحك يعني مثل هذه الأمور الطارئة. نشوفوا باللي كان هناك يعني في مستويات جد عالية وين كان ديفوا يعني يروح حطوا في مقابلة يعني هكا على المباشر، لكن يعني مثل هذه الاشياء ان شاء الله ما تحدثش، ان شاء الله يعني يعاودوا يركتفيها، وهذه توصيهم يعني للشان وحتى لا هي صح واش تقول حسين، هذه الامور تصرى لانه الخطا التقني يقدر يحدث في اي بلد في اي دوله مهما كانت متقدمه، لكن كما قال محمد قاسي سعيد الاشكال الكبير انه كاين اللي راح يستخدم هذه ضدك، لانه عندك منافسين اقوياء على تنظيم كاس افريقيا 2025. طبيعه الحال هذه حقيقه ما نقدروش نهرب يكون المشكل. هذا هو يعني الفرق بين بلد وبلد وبين منتخب ومنتخب. هناك يعني هناك ديتاي يعني نقولوا هاد لي ديتاي هما اللي يديروا لا ديفيرونس. نشوفوا تنظيم الكأس العالم في قطر كيفاش راح تبدا، كيفاش شفنا حتى التنظيم تاع كأس العربية في قطر كيفاش داروها. كدا هذه يعني قضية تاع تنظيم، قضية تاع رجال يوقفوا، تاع مسيرين، تاع الناس اللي يعني اللي عندهم يعني هذه المسؤولية تاع مثل هذه الأمور. حسين انت قلت حقيقة قلت كلام تسرع في بلدان كبرى وعظمى، ولكن هنايا
البلدان العظمى والكبرى اللي نتكلموا عليه تريسيتي تروح الجروب مباشره يديماري. طبيعه الحال طبيعه هل كان يعني داروا لي زيسي هذو مانيش عارف هل عندهم الجروب تما كبيره ماناش طايحين على غرفه الضوء. في وهران ما صارتش هذه المشاكل، يعني يقول لك في العاب البحر الابيض المتوسط في وهران ما حدثتش هذه المشاكل التقنيه الصغيره هذه، مشاكل خفيفه هكذا تحدث في كل البطولات الكبرى. وهذاك الوقت كنا طبعا مع كاس نهائي رابطه ابطال افريقيا اوروبا، وشفنا واش حدث في باريس، الانصار ليفربول اللي جاوا عندهم التذاكر وما دخلوش المباراه. هذه الامور تحدث حتى في المستوى العالي، لكن انت راك مراقب وكاين ناس وكاين اللي راهو راح ينافسك وحيستغل هذه النقاط ضدك كما قال وتفضل قاسي سعيد. اذا احنا نحاولوا نربطوا الاتصال بمفادنا الى مدينه وهران وفي مركب ميلود هدفي. اسماعيل حجاب، هل انت في الاستماع؟ زميلي كمال أنا في الاستماع. نعم أهلا بك اسماعيل. إذا ما الذي حدث في الندوة الصحفية اسماعيل؟ نعم زميلي كمال، وبعد أي مباراة في كرة القدم خاصة مباراة المنتخبات الوطنية هناك ندوات صحفية تنشط من قبل مدربي الفرق. المدرب منتخب مالي كان هو الأول الذي دخل إلى قاعة الندوات هنا بمركب ميلود هاتفي بوهران لإلقاء ربما لإجابة على أسئلة الصحفيين هنا في هذه القاعة حول المباراة. لكن يعني هناك التمسنا وجود خلل التقني وهو عدم اشتعال كامل الإنارة هنا داخل القاعة، وربما يعتبر خطأ لا يغتفر له، وخاصة أن هذا المركب صرف عليه الملايير في ألعاب من أجل احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة زميلي كمال. إذا زميلي كمال بالإضافة يعني مدرب منتخب مالي انتظر حوالي 15 دقيقة ومن ثم قرر بمعية ناطق الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم صالح بيبوت قرر مغادرة هذه القاعة. ومن ثم جمال بالماضي الناخب الوطني انتظر يعني أعطى موافقته بالانتظار لو يتم إصلاح العطل الذي أصيب هذه القاعة. لكن وللأسف كما ترى خلفي زميلي كمال ومشاهدي الكرام لحد الساعة لحد الآن لم يتم تشغيله، لم يتم إصلاح هذا العطل، وربما تعتبر كارثة. وخاصة زميلي كمال نقطة مهمة نشير إليها ونعلم إياها مشاهدينا الكرام أن لجنة الكاف كانت حاضرة اليوم من أجل ربما التماس آخر الرتوشات قبل منافسة الشان. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. إذا لحد الساعة اسماعيل لم يتم حل هذا العطل، لم يتم حله لحد الساعة. لا زميلي كمال. نعم زميلي كمال كما ترى خلفي هنا كان جالس مدرب منتخب مالي انتظر، قلت لك انتظر، وكان هنا جالس مع ممثلة من لجنة الكاف انتظر حوالي 15 دقيقة. تخيل زميلي كمال لو 15 دقيقة لكان قد انتهى من الإجابة عن أسئلة الإعلاميين، وكان قد دخل بالماضي، وكنا قد انتهينا من العمل اليوم في هذه المباراة. يعني بشكل عام ربما خطأ هنا ارتكب اليوم من مديري هذا المركب. نعم ما زلتم تنتظرون ندوة صحفية أم ألغيت الندوات الصحفية؟ لا زميلي كمال ندوات صحفية سواء لمدرب منتخب مالي أو جمال بالماضي ألغيها رسميا، وشاهدنا لحظة مغادرة الناخب الوطني في سيارة خاصة. نعم إذا ها هي صور. شكرا جزيلا اسماعيل حجاب على كل هذه التوضيحات. أن نشاهد هذه الصور، ها هي بعثة الكاف في الخلف، هذه الصور من زميل شريف كمال مباشرة من هناك من قاعة الندوات. إذا من فضلك حمزة أعد لي الصورة في البداية فقط عندما كانت ممثلة الكاف تأخذ الصور بالهاتف إن أمكن. حمزة من فضلك أعد الصورة من بدايتها. حمزة سيمي مخرج هذا العدد. إذا شفنا ممثلة الكاف كانت تأخذ الصور بالهاتف. نعم حسين. كمال يعني فضل. شوف الممثلين تاع الكاف هذو ماشي سي با ريفيرونس باش تفهم. هذو الممثلين تاع الكاف هذو يخدموا للجزائر باش تكون تعرف مليح لازم كيفاش لازم تتبع الاحداث. الكاف هما اللي راهم يديسيديو عليك في هنا في الجزائر. شكون هذا اللي راهو يعطي لهم لوتوريزاسيون باش يديسيديو هنايا؟ فريق الثوره، فريق شباب الثوره كان راح يلعب في ملعب وهران. خليه يصور ولا ما يصورش على روحه. شاف هنا ما كاش مسؤولين صحاح، ما كاش هنا رجال واقفون. كون كانوا رجال ما يصوروش هذوك نغلق انا عليهم.